السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. عايزة اقولك ان انت لو ما عندكيش من مستحضرات التجميل او من الكريمات او من الوصفات غير العلبة دي، يبقى انت كسبانة. العلبة دي ده الاكراتين الربع، الاكراتين اللي بيستخدم تقريبا لكل حاجة. تعالي ما اقولك النهاردة مثلا على 10 استخدامات للاكراتين، عدي معايا، يمكن ازيد يمكن اقل، اللي هيحضرني النهاردة هقولك عليه. اول حاجه كده يلا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. الاكراتين من الحاجات الحلوه قوي قوي قوي، المقشره للبشره، مش بس مقشره، لا هو بيخلي بشرتك نضره وجلوي وفيها كل الصفات الحلوه، بس استخدميه صح. اقول لك الاول على استخدامات الاكراتين. اولا الاكراتين بيستخدم كمقشر ومعاه المرطب على حسب نوع بشرتك. شوف انت بشرتك دهنيه وبشرتك جافه، استخدمي الاكراتين على حسب نوع بشرتك ومعاه المرطب. حته قد حبايه الحمص كده بتوزعيها. اقول لك والله لو وزعها معاكي يا ستي اهو. بصي انا المفروض هو مش في الاضاءه، يعني هنا ما تحطوش في الاضاءه. بصي حته صغننه خالص. بصوا يا جماعه قد ايه، قد دي اهي، قد دي. هنا المفروض ما يبقاش في الاضاءه خالص، ما يجيش تحت عينيكي ولا حوالين الفم ولا في زوايا الانف. تمام كده، ادي حته الاكراتين اللي احنا هنستخدمها. تمام. وبعد كده تدخليه على البشره بالتدريج، بالتدريج، علشان مفيش ما يعملش اي سايد افكت، لانه ما ينفعش يبقى، ما ينفعش يدخل على البشرة بقوة. لازم يعني أول أسبوع تستخدمين لمدة نص ساعة، تاني أسبوع لمدة ساعة إلا ربع، تالت أسبوع لمدة ساعة عادي جدا، لحد ما بشرتك إيه ت- تتعود عليه. تمام كده، ما تستخدموش، ما ينفعش للحامل واللي بترضع ولا أي حاجة. عايزة أقول لك إن أنا هقوم أطفي النور شوية بس كده، صور الفيديو وأقوم أطفي النور. تمام كده، ده الأكراتين المقشر. انا هعمل سلسله فيديوهات للاكراتين. طيب لو انا ده اول استخدام للاكراتين العادي خالص، ان انا بقشر بشرتي. تمام كده. لو انا عندي صلع هنا، لو صلع وراسي او شعري خف من هنا، بتستخدمي الاكراتين، بتحطي منه جزء صغير قد الحمصه برضو على مقدمه الراس هنا، وبعدين تسرحيه، برضو بينبت الشعر. لو انا عندي جرح قديم بحط جل كونتراكتيو باكس مع الاكراتين، اللي هو مكان خربوش، مكان دنبه. لو انا عندي مكان حرق بحط اكراتين مع ميبو. لو انا ما عنديش اي حاجه خالص خالص، بستخدم الاكراتين ليله كامله في الاسبوع وبقيه الاسبوع مرطبات. لو انا عندي سمار في الركب وفي الاكواع وفي عقل الصوابع، بحط الاكراتين هنا على مكان صوابع هنا واسيبه ساعه وبعديها ارطب او اخلطه باي مرطب. لو انا عندي في السنسيتيف اريا عايزه ابيضها او ازيل التصبغات، ولو ان المنطقه دي بيبقى لها تعامل خاص، بحط بنسبه 1:5. يعني لو احط الحموصه دي اكراتين، بحط قبالها 5 مرطب من نوع بشرتي، على حسب نوع بشرتي المرطب. عايزه اقول لك ان الاكراتين من الحاجات الحلوه قوي 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 قوي. عايزه اقول لك ان الاكراتين ده الدكتور قال لي، والله الدكتور قال لي، وده يمين يحسبنا عليه ربنا، لو ما عندكيش اي حاجه خالص وما عندكيش تصبغات، الحمد لله انا ما عنديش تصبغات ولا اي حاجه، قال لي لو ما عندكيش اي حاجه خالص وعايزه بشرتك تبقى نضره زي بشره النجوم، استخدمي الاكراتين يوم او يوم لا لمده 10 دقائق، وبعدين رطبي كويس جدا جدا، وطول النهار رطبي. خلي الترطيب، قال لي هيخلي بشرتك لامعه زي بشره النجوم، وهيغنيكي عن مستحضرات تجميل كتير جدا جدا. الاكراتين ما ينفعش للحامل واللي بترضع، وما يجيش تحت العينين ولا حوالين الانف ولا حوالين الفم، ولا ينفع تخرجي بيه في الشمس في النهار، ولا ينفع يستخدم في الاضاءه العاديه خالص. الاكراتين من الحاجات الحلوه جدا 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 جدا، وتقدري تستخدميه وتوظفيه زي ما انا قلت لك. قولي لي انت استخدمتي الاكراتين ولا لا، وهقول لك كمان محظورات الاكراتين زي ما قلت لك، الحامل واللي بترضع وكده. كريمك المرطب لو عايزاه يجيب نتيجه حلوه قوي قوي قوي، ندي بشرتك ميه بميه الورد وحطي كريمك المرطب. الاكراتين او الكريمات المقشره عموما لو جه على بشرتك وهي مبلوله او فيها ميه، بيجيب نتيجه عكسيه تماما. الناس اللي بتقول لي الوصفات الطبيعيه ما بتجيبش نتيجه، لا الوصفات الطبيعيه بتجيب نتيجه. وفي حاجات كتير جدا من الزيوت تحل محل الاكراتين وتبقى مقشرات، زي زيت الورد وزيت القرنفل وزيت الزنجبيل وزيت القرفه. في حاجات كتير جدا بتجيب نتيجه حلوه قوي قوي، بتخلي بشرتك جلوي. الناس اللي عايزه نتيجه سريعه وبتحب الكريمات، انا جبت لك الاكراتين على سبيل المثال. وبعد كده هنتكلم على الملوكين والادبالين، كل الحاجات دي عندي في شنطه، انا مجرباها كلها والحمد لله اللهم لك الحمد. اي حاجه تستخدميها صح بتجيب معاكي النتيجه اللي انت عايزاها.
وجربي. اعملي سبسكرايب بقى للقناه، عشان هي دي الفتره اللي نقدر نعمل فيها تقشير، لان ممنوع التقشير في الصيف نهائي الا تحت ظروف معينه، وهقول لك الطريقه. يلا بينا اعملي سبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا.